يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال والمانجا، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بتعملي ايه النهاردة يا أم تغريد؟ نشيطة كده بتعملي ايه؟ طبعا صحيت بدري، كان في طبقين في المطبخ، روقته وخليته جميل، ودخلت على الأوضة بتاعت عيالي عشان أروقها. مسكت الشباك نفضته تنفيضة حلوة وغيرت الدفايات، والوقت بفرش دفايات تانية، ومسكتها روقناها بقى ترويقة جميلة. الصحيان بدري حلو بيدي طاقة ونشاط، وفتحنا شبابيكنا دخلنا الشمس عشان يدينا طاقة. والله يا حبايبي كان يوم جميل، والصيام أجمل وأجمل، ولا حسينا بعطش ولا أي حاجة. وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، ما تتحرموش من حد أبدا. والوقت نفضت الشباك حلو، ونفضت السرير وغيرت الدفايات، وبفرش دفايات تانية. ما شاء الله، فرشت السرير ودي السرير التاني. طبعًا إحنا إيدينا في الشقة على طول، على طول كل ما أحس إن الدفايات مش نضيفة على طول باغيّرها، وباشوف هاعمل إيه، وأوضة المعاش باروّقها على طول. النهارده كان روتين جامد، مسكت السلم كنسته وروّقته والشارع ورشيت مَيّة، قُلت لأ إحنا النهارده لازم نعمل إيه، حاجة جامدة النهارده مش هنقعد. قُلنا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. الوقت بقى فرشت الدفاية دي والدفاية التانية، ما عادش فارلة أكياس المخدات بافرشها معاكم. وحبايب قلبي كل 100 سنة وأنتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. متابعيني حبايبي التعليقات الجميلة اللي بتفرحني وتبسطني، ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو، ربنا يفرح قلبها يا رب ويرضيها وتفرح بعيالها وما تشوف فيهم حاجة وحشة أبدا، ويديها طولة العمر. وطبعًا لمّا صحيت الصبح روّقت المطبخ، نزلت السوق. طبعًا أول يوم رمضان كان عندنا محشي، وتاني يوم فاض أكل، قُلت لأ ده أنا هانزل أجيب سمك. جِبت سمك سفاريطة، أنا عندي أيمن ما بياكلش السفاريطة ولا بلاميطة ولا بوري، جِبت له هو نُص كيلو مشار، وجِبت على قدنا سمك سفاريطة، قُلت هاقليها، بس كانت جميلة. السفاريطة الكيلو ب110، والسمك اللي مشاط ب90 جنيه، السمك مولّع في الصيام، الله المستعان على كل حاجة. جِبته هو نُص كيلو على قدّه، وجِبت لنا إحنا سفاريط على قدّنا، وما شاء الله. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي قُلنا نصلّي على النبي، صلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي بقى أنا كنت خلّصت ترويق، وتغريد قالت: "هاتي يا ماما شوفي أنتِ هتعملي إيه تاني، خُشي المطبخ وأنا هاكنسها وهامسحها." قُلت لها: "خلاص ماشي." وبعد كده هانزل على السلم على طول عشان ما أكسّلش، هاكنس السلم كنسة حلوة وهارُش مَيّة وهاطلع على الشارع على طول. دلوقتي لسه تغريد بتمسح في الأوضة، قُلت لها غيّري المَيّة، كل شوية تقول لي: "يا ماما إحنا مروّقينها قبل رمضان، ترويقة رمضان ومروّقينها حلو." قُلت لها: "لأ بس غيّري المَيّة." قالت لي: "خلاص يا ماما هاغيّر لِك المَيّة وهامسحها تاني." ودي كان شكل الأوضة بعد ما اتروّقت، ما شاء الله. قومي يا حبايبي كده اتنشّطي معايا كده وشوفي أنتِ هتعملي إيه، إحنا بنشجّع بعض. والوقت خلّصنا ونزلنا على السلم. قُلت لأ، لازم النهارده كُلّه روتين جامد، قومي يا حبيبتي اتشجعي معايا. والوقت باكنس السلم، وهاطلع برضه زي ما أنا قُلت لكم على الشارع. دايمًا على طول قُلنا نصلّي على النبي ونذكر الله، صلّوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين الجو في رمضان جميل إزاي، لا حَر ولا سقعة، والجو جميل ولا حاسين اللي إحنا صايمين ولا عطشانين. يا ريت رمضان دي يبقى موجود كل شهر، تبقى أيام جميلة، وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا يعود الأيام عليكم بخير يا رب. يالّا والوقت شوف بقى شوف. خلّصت السلم بالمدخل وطلعت على الشارع، كنست المصطبة كنسة حلوة، مصطبتنا دي أطول مصطبة في الشارع. طبعًا أنا رشيت السلم مَيّة ونزلت تاني وقُلت أكمّل قدّام البيت، كنست المصطبة بتاعتنا اللي هي أطول مصطبة في الشارع، وكنست الشارع حلو وشارعنا على ناصيتين، كنست من ناحية دي ومن ناحية دي، وقُمت مالية جردل الشرشوبة وقُمت حاطة له معتر وهامسح معاكم دلوقتي المصطبة. شايفين الجو كان حلو إزاي والشمس طالعة والشمس كانت جميلة إزاي. وبعد ما خلّصت مسيح قُلت لأ ده أنا هاقعد بقى إيه في الشارع شوية، كده مش هاحمّر السمك إلا قرب المغرب عشان يبقى ساخن وأعلّق على الرز. فضلت قاعدة مع سلفتي اللي هي أم محمد في الشارع اللي ورا، فضلت قاعدة معاها شوية، وبعد كده بعد ما خلصت قمت طالعة. ودلوقتي بقى أنا عمالة أعيد على الحتة اللي بالاقيها ماهياش نضيفة في المصطبة، بارجع أعيد أغسل الشرشوبة تاني. وما شاء الله شايفين بقى، دي بعد ما خلصت هارش مية برضه،
اخلي ايمن يدور عليا الطرمبة وارش مية. ودي كان شكل الجو معانا ومنظر الشارع ما شاء الله. طبعا انا رشيت الشارع كله ميه، وبعد ما خلصت تلاقينا ناس عماله تقول وحوي يا وحوي وبتطبل بالمزمار واحنا قاعدين. قلت ما شاء الله على اجواء رمضان، حاجه تفرح. فضلنا قاعدين وقعدنا نسمع الناس، وما شاء الله دي شكل الشارع بعد ما روقته وكنسته، والناس هتيجي دلوقتي. ليه مصطفى؟ رمضان عباد رمضان عودة ربنا يجعلك في الزيادة. شايفين أجواء رمضان وبهجة رمضان وفرحة رمضان. طبعا رمضان في مصر حاجة تانية، مصر دي حاجة تانية، مصر أم الدنيا. وبعد ما خلصت قلت بقى هطلع عشان أجهز الغدا. طبعا أنا كنت جايبة السمك ونقعاه، بنقعه يجي ساعتين، طالما ما ورايش حاجة مش هطبخه دلوقتي بسيبه يتنقع براحته. نقعته ونضفته، والوقت بغسل معاكم الرز. وطبعا هعمل حبات سلطة، ويبقى أكل جميل وما شاء الله. دايما على طول قلنا نصلي على النبي ونذكر الله، صلوا على النبي. دلوقتي السمك معانا، شايفين ما شاء الله، بوريكم انا غسلته ازاي مرة واتنين وتلاتة لغاية ما الحاجة تبقى نضيفة معايا. وبشطفه حلو عشان نعم ملح. طبعا انا غسلت السمك حلو عشان كان فيه ملح، نعم ملح. شايفين شكل السمكة ما شاء الله. السمكة اللي تلاقيها بيضة وحلوة تجيبيها، اللي تلاقيها زرقاء ووحشة وسمرة ما تجيبهاش. طبعا المشاط كذلك، المشط اللي تلاقيه تخين وراسه صغيرة دي السمكة الحلو. وطبعا انا مجهزة الدقة، دقتك عاملاها زي ام تغريد. قشرت راس توم، وحطيت فلفل احمر وفلفل اخضر وشوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة. دي الدقة بتاعتي. والوقت انا هحشي معاكم دقة السمك ما شاء الله. بألف هنا يا رب لكل اللي كلم السمك. حاجة جميلة وحاجة كويسة. ودي شكل الدقة معايا وانا بحشيلكوا السمك. وطبعا بعد كده هحمر السمك على عين، والرز هعلق عليه على عين عشان الاكل يبقى ساخن كده. وحشيت السمك كله. وطبعا لازم الخضار يوم السمك، طبعا الخضار ده على طول موجود. جبت ربطة فجل وجبت ربطة بصل، قلت اللي عايز ياكل فجل ياكل واللي عايز ياكل بصل ياكل. وخلصت السمك كل اللي معايا حشيته. وبعد كده هحمر السمك وهعلق عليه. متابعيني حبايب قلبي، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزل كل جديد. واهم حاجة اللايك، زي ما انا قلت لكم اهم حاجة اللايك. يا ريت فيديوهاتي تعجبكم وتبقى خفيفة على قلبكم، وتشجعوني وتدعموني، وقناتي تكبر بيكم وتشجعوني اكتر واكتر. وربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا، وتفرحوا بعيالكم وما تشوفوا فيهم حاجة وحشة ابدا. ودي شكل السمك معايا كله بعد ما حشيته. وكنت غاسلة الرز، لازم الرز بسيبه يتنقع معايا يجي نص ساعة ساعة. انا ما بطبخش الرز الا لما بنقعه، اسيبه يتنقع شوية في قلب المية. والوقت هعلق على الرز، نزلت بالزيت وهعلق على الرز. وبعد ما نزلت بالمية والمية هتغلى كنت حطيت معلقة ملح. والوقت نزلت بالرز وما شاء الله بيتشرب في بعضه. وههد عليه عشان ياخد ويدي بشكل ودي، اسيبه يتردد براحته وهد عليه. والوقت هحمر معاكم السمك. شايفين بقى وانا بعمل السمك في الدقيق، لازم كل السمك يتشرب من الدقيق حلو وعشان احمره. وههد عليه وياخد ويدي بشكل ودي. لازم السمك تهد عليه عشان يستوي معاك. وههدي على السمك حلو وهو بيتحمر عشان يستوي براحته. انا كده كده مش مستعجله عليه. والوقت كنت بقلب السمك على الناحية التانية عشان كان احمر. وكنت عملت حبايتين سلطة، طبعا انا ما بكترش سلطة عشان ما تترميش، عشان احنا في الصيام وما تترميش. وحمرت دور بطاطس جنب الاكل، قشرت دور بطاطس وقلت احمره. والسمك لما طلع رشيت عليه ملح بكمون وليمون، اهم حاجة ارش عليه الليمون. والوقت هحمر البطاطس.
شايفين لون البطاطس بتاعتي جميلة ازاي؟ بطاطس سبونتة جميلة، ودي شكل الأكل بعد ما جهزته. ما شاء الله. تعالوا يا حبايبي افطروا معانا. وكنت عملت عصير، كسرت بلح اللي هو البلح الناشف ده، وعملت مشمش وقراصية وتانج، وما كترتش السكر عشان هي الحاجة بتبقى مسكرة. والوقت انا بصب معاكم العصير، اللي قريب مني يجي عشان اشربه كوباية عصير حلو. كوباية العصير بتاعة أم تغريد ديّة في حتة تانية، تشربيها من هنا وتروحي في حتة تانية من هنا. ما شاء الله لكل اللي شربه. والوقت لسه برضه باصُب معاكم العصير. وطبعًا الفيديو بتاع السحور هابقى أنزّله لكم في الفيديو ده. عملنا سحور بس الساعة 13:00 كده، أمّا بتاع الطبلة بيعدّي بنقوم قايمين مجهّزين السحور. وأهو منزّلاه في الفيديو دوّة. ما شاء الله حاجات من البيت، والله ما اشتريت حاجة. ما باشتريش إلا الفول والطعمية، وبقية الحاجة موجودة في البيت. البيض والمخلل والفول والجبنة واللانشون وطماطم وخيار وطعمية وطبق مربى. وما شاء الله دي شكل السحور معانا. والرقاق اللي أنا كنت خابزاه عيناه في الفريزر وباطلّعه قبلها يفك. طبعًا يا حبايبي لو أول مرّة بتشوفوني، دي قناة يومياتي أنا وماما. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة. هتوحشوني، مع ألف سلامة. مع السلامة.